الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه من الدين. أما بعد، فهذا الباب 54 من أبواب كتاب إيه؟ بتاع مين؟ اسم العنوان كتاب اسمه إيه بالكامل؟ اسمه إيه بالكامل كتاب؟ طب مين مؤلفه؟ طيب اسمه إيه الكتاب؟ مين يعرف الكتاب اللي بيدرسه؟ من يعرف اسم الكتاب كاملا؟ طيب، ولا أنا كمان أعرف ولا أعرف اسم الراجل. تدرس كتابا لا تعرف اسم الرجل ولا اسم. طب اسمه إيه الراجل؟ الشيخ مين؟ الله المستعان. عبد الغني بن عبد الواحد الخليفي. كتاب اسمه ايه؟ اسمه عمدة الأحكام فيما جاء عن خير الأنام. الله المستعان. كتاب الأحكام في معالم الحلال والحرام. ما شاء الله. فين الكتاب؟ طيب، جبت الكرسي وجبت الكتاب. طيب طيب، لازم الاعذار. باب الدعاء بعد التشهد الأخير، هذا هو ايش؟ هذا درسنا الليلة. ليلة كام؟ الليلة ليلة الجمعة 17 من رجب لعام 35 و400 وألف هجري. طيب، اللي جالس كده يدور كده يشوف اسم الكتاب واسم المؤلف كده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. رواه البخاري ومسلم. من الألف صاعد. كل حديث يذكر في الشرح يجب عليك تخريجه. ما تقوليش انت ما قلتش، خلاص انا قلت. كل حديث يذكر في الشرح يجب عليك تخريجه. شوف مين اللي خرجه. اذا كان في البخاري ومسلم او في احدهما خلاص الحمد لله. في غيرهما تذكر صحيح ولا ضعيف، ومين اللي صححه ومين اللي ضعفه ومين اللي حسنه. تحاول تدور ازاي، الله اعلم. اشتغل بقى شوي. طيب، أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك. الاستعاذة اللجوء والاعتصام. تقول أعوذ أي ألجأ واعتصم. استعذت بالله، التجأت إلى الله واعتصمت به. العذاب وما يتعرض له الإنسان من إيلام أو صدمات أو ابتلاءات أو ترد أو سجون أو ما شابه ذلك. هذا العذاب الدنيا. أما عذاب الآخرة فلا يعلم مداه إلا الله جل جلاله، فهو شيء لا يمكن وصفه، فهو أعظم من أن يوصف. وليس من رأى كمن سمع، وليس من سمع كمن رأى. نعوذ بالله من عذابه. فتنة المحيا. فتنة المحيا، الفتنة في الحياة تدور على الشهوات والشبهات. تدور على الشهوات والشبهات. ويقيك بإذن الله من الشهوات الصبر، ويقيك بإذن الله من الشبهات اليقين. عايز تنجو من الشبهات اصبر، وعايز تنجو من من الشبهات خلي عندك يقين بالله. الشبهات ضد اليقين. عندك يقين بالله عز وجل، يجي لك شبهة يقول لك من خلق النبي، من خلق كذا، من خلق الله. هذه شبهة. ها، يقول لك يا طب ليش معنى احنا 4 والنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز 11 يعني؟ مش معنى يعني. وهكذا. عندك يقين تستطيع أن تصمد أمام الشبهات. عندك صبر تستطيع أن تصمد أمام الشهوات. ففتنة المحيا، فتنة الحياة تدور بين الشهوات والشبهات. والشيطان والنفس، شياطين الإنس والجن والنفس وغيرها، كل الفتن تدور على هذا. إما شهوة وإما شبهة.
فالله عز وجل يختبر العباد بالشهوات والشبهات ليرى ثبات من يثبت على الحق وانحراف من يتأثر بالفتن سواء بالشبهة أو الشهوة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم. والفتن هذه والعياذ بالله قد توقع الإنسان في المعصية، وقد توقعه في البدعة، وقد توقعه في الكفر والعياذ بالله. والفتنة تكون في كل شيء. فتنة في الدين، وهذا أعظم ما يصاب به المسلم. فتنة في المال، في الأهل، في الولد، في النفس. والفتن هذه الأيام فتن إيش؟ فتن السياسة. وصل الأمر إلى التكفير والتفسيق والتبديع بسبب الفتنة بالسياسة. ولاغ الناس في الباطل لينصروا باطلا والعياذ بالله، وإن لله وإنا إليه راجعون. هذه فتنة أيما فتنة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الله المستعان. ففتنة الحياة الفتن كثيرة تمر على الإنسان كل يوم، ومن نجا منها فقد نجا من عظيم، ومن وقع فيها فقد وقع في عظيم. أما فتنة الممات فهذه أيضا تكون على قسمين. إما أن تكون الفتنة في خاتمة الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه كلام فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. استغفر الله العظيم. لا يجوز. صح؟ لا يجوز. طيب هو اللي لا يجوز؟ عليكم السلام الله. هو اللي لا يجوز؟ هو اللي لا يجوز؟ طيب لا يجوز اتخاذ المعازف في أي شيء من أشياء الإنسان. خلاص. ففتنة الممات إما أن تكون الفتنة عند إيش؟ عند تكون عند خاتمة الإنسان. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخله والعياذ بالله. يعني يصلي طول حياته ويصوم وفي آخر حياته يفتن فيكفر بالله، ضيع عمر 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة. مثل الرجل الذي قال عنه أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. واثنين من بني إسرائيل كانوا على واحد على الطاعة دائم، واحد على المعصية دائم. يا عم صل، يا عم توب، يا عم خاف ربنا. حاضر، بكرة، بعد، مالكش دعوة، قاعد ماليش فيها، تعمل لي فيها شيخ بركاتك. فتغاظ منه مين؟ الطائع العابد الزاهد التقي. قال: والله لا يدخلك الله الجنة. ده انت مش هتدور على جنة ابدا، ده انت هتخش نار عدل. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد أدخلتك النار وأدخلته الجنة. كلمة واحدة. قال له إيه؟ قال له: لن يدخلك الله الجنة، الله يلعنك. ماذا حدث؟ الطائر راح فين؟ والعاصي؟ يا رايكم في حسن الختام. احنا عندنا الآن واحد جايب ناس ميتين في غزة، صورة ناس ميتين في غزة، يقول لك عشان يعجب الحكام الله يلعنهم واحد واحد. مبسوط، هو فرحان. طب معروف ان اللعنة تذهب الى الملعون، فإن استحقها وإلا ترجع. امر يخوف ولا يخوفش؟ يستاهل. يا ابني امر ده يخوف. امر ده ترتعد له فرائس اهل بدر وتقول كهوى. ايه ده؟ انت كده بتختم عملك بايه؟ نسأل الله نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا. الختام هذا مهم جدا. طب هتعرف ازاي؟ تعرف ازاي يعني ايه؟ تعرف ازاي انك انت تأتيك منيتك بغتة، فكن على خير دائما، عشان لما تيجي المنية تأتيك على الخير فيختم لك بصالح. إذا فتنة الممات إما أن تكون بسوء الخاتمة، وإما أن تكون في القبر والعياذ بالله، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
وكما قال صلى الله عليه وسلم وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. المسيح الدجال، المسيح لفظ يطلق على نبي الله عيسى عليه السلام ويطلق على الدجال. فالمسيح يسمى المسيح لأنه ما كان يمسح ذا علة إلا وبرئ بإذن الله عز وجل. أما الدجال إذا أطلق قيل المسيح فهو عيسى عليه السلام. أما الثاني فلا بد أن تقول الدجال. طب ليه قيل المسيح؟ قيل أن نوم ممسوح العين، معروف عين طافية ومكتوب بين عينيه ايه؟ كافر، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فتنة عظيمة. واحد يقول لك أنا ربنا ويحيي ويميت وينفع ويضر وأعور، ومكتوب من عليه كافر. وبعدين الناس أكثر الناس يتبعون من المسلمين. فتنة الآن زي الفتنة اللي احنا واقعين فيها الآن. شوف لما يأتيك المسيح الدجال اهو دلائل ألوهيته الإحياء والإماتة والنفع والضر، ولكن انت عندك علم سابق من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في آخر الزمان رجل صفته 1 2 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما معه منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف ايه اللي معاه اكثر من المسيح الدجال نفسه، وقال لك 1 2 3. طب الناس هتتبعوا ليه؟ فتنت به. اذا الفتن اللي موجوده دلوقتي يقول لك المشايخ قالوا والعلماء قالوا، فتنت. اذا كان الناس هتفتن في اوضح من فتنه المسيح الدجال، مفيش اوضح من كده. والرسول قال ليأتي ومعه جنة ونار ويفعل 1 2 3 4 ويمكث معكم 40 كذا وكذا وكذا، يوم كسنة ويوم كشهر وباقي ويوم كأسبوع وما ينبغي كأيامكم هذه. في أكثر من كده توضيح واضحة جدا كعين كما ترى الشمس. ومع ذلك الناس تفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لما تشوف المسيح تعمل ايه؟ تعالى يا أخويا عارفينك، تعالى يا أعور. قال لك كده؟ أمر بإيه؟ بالفرار. إذا كانت فتنة المسيح اللي واضحة قوي كده تفر منه، امال الفتن اللي فيها الشبه نعمل ايه؟ ننط جواها. شفتوا الفقه؟ عشان كده قال العلماء ذاك الرجل الذي يكذب المسيح الدجال فيأمر به فيشطره شطرين يفرقين يبعد بينهما ثم يناديه فيقوم. أكتر من كده إلهية؟ فيقول والله ما ازددت بك إلا كفرا. أنت الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عنده ايه الراجل دوت؟ عنده علم، هو العلم الذي وقاه شر هذه الفتنة. اما اللي ما عندوش علم، اللي ما تعلمش العلم بيقع. عشان كده لما الفتنة تقبل يعرفها العلماء، فلما تدبر الحبير كلها تعرفها، مش علماء بس، كل ما ده احنا وقعنا ما كناش نعرف. ما تعرفوش خليكم. فهذا الرجل ده الوحيد الذي ذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان نفر، هو في الشرق وعلى الغرب. تيجي تقعد في مكة والمدينة مش لا اكل، خلاص يا عم خلي، ما هو هيقولوا كده برضه، هيقولوا شغال في بنك ليه يا عم؟ يقول لك اعمل ايه يعني؟ اكل تراب؟ اما تاكل ربا يا ابني، حرام الشغل ده. انت مشغل مطبلات ما لا يجوز. الله هناكل منين؟ هنعمل ايه؟ موت عيالي يعني؟ اروح اتبع عيالي؟ يا عم تروح البنك ليه تستلف ليه؟ محتاج فلوس عشان تسلفني، المسلمين دول بقوا مش عارف ايه. ينفع الكلام ده؟ برضه لما تقول له كده برضه يقول لك اروح مكة زحمة مش هلاقي مكان اقعد فيه. هيطلع برضه، هتلاقي اللي يطلع يقول هذا الكلام. فإن لله وإنا راجعون. فإن كان المسيح الدجال إذا دي مثال تفر من الفتن، مش تروح تقابلها بحضنك. لا تتمنوا لقاء العدو. بيكلم مين؟ خير خلق الله بعد الأنبياء. لكن احنا جدعان، كل واحد فينا فتح صدره، واحد يشتم، واحد يلعن، واحد يكفر، واحد يفسق، واحد يعمل، واحد يكفر بالملايين، واحد بيكفر انا اول يعني واحد يكفر بالملايين. يريدوا مثلا جاب واحد واقام عليه الحجة ومسكه وهلهله وجابه ونقشه ونظره وبعدين كفره. لا، ده هو كده يقول لك فلان وفلان وفلان
وأتباعهم واللي يسمعوا كلامهم واللي بيعملوا كده يبقى كلهم كفرة مرتدون عليهم لعنة الله، يجب قتالهم. الجيش المصري جيش كافر مرتد يجب قتاله. الجيش المصري كم واحد؟ ده أخوك وأخويا وابن خالتك وابن خالتي وابن عمك وابن عمتي. يقول لك ده جيش كافر يجب قتاله مرتد. جيش يعني كل واحد، يعني لو مسكنا النهارده مثلا نزلنا مصر وقلنا فيه استدعاء يبقى كلكم ان شاء الله كفر باذن الله، كلكم كفر باذن الله ان شاء الله. ينفع الكلام ده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فتن. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا من 1400 سنة أن نقول في كل صلاة هذا الكلام. والله لو صدقنا مع الله جل جلاله في دعائنا هذا والله ما أصابتنا فتنة. ولكن لما لم نصدق مع الله وبقى شغل روتين عامل زي الرد الآلي، والردود اللي على حاجة اللي هي الروتينية دي شغالة كده لوحدك اوتوماتيك بتعملها. فلما لم نصدق مع الله ما صدق الله معنا. إن تنصروا الله ينصركم. فلما قرأنا هذا الكلام وقلناه في كل صلاة، انت بتصلي كم مرة في اليوم؟ ده على الأقل انت الدعاء ده على الأقل بتقوله 5 مرات في اليوم على الأقل. ده إذا ما كنتش بتصلي كمان 12 ركعة دي يبقوا 6 و5 ب11، وبقى عايز تقيم الليل كمان في 5 كمان ادي 16 مرة على الأقل. مثلا كنت 16 مرة تقول وأعوذ من فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات، كل مرة تقول هذا الكلام. فلماذا لم يعيذك ربك جل جلاله من هذه الفتن؟ الفتن أصابت المسلمين قاطبة ووقعوا في هذه الفتن. فلما لم يصدقوا مع الله من تعلق شيئا وكل إليه وإلى الله المشتكى. أمر جد خطير. عدم العلم وعدم الفقه وعدم المنهج وعدم الاتباع وعدم الصدق مع الله وعدم التوكل على الله وعدم الاعتقاد في الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث يحتسب. طب احنا المخارج بتاعتنا فين؟ مفيش. يبقى انت ايه؟ رده. لم نتق الله ولا ربنا ما قول يا شفت؟ استغفر الله. اذا انت لما لم تجد مخرجا من كل كرب وهم وغم، ولما لم تجد رزقا متسعا وضيق عليك، دل على انك لم تتق الله. قال صلى الله عليه وسلم وما نقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين والمؤنة وجور السلطان. مين اللي قال الكلام ده؟ انا. كذاب ده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جور السلطان سببه ايه؟ انت مش شرط المكيال والميزان في عند التاجر، عندك في بيتك، عند المدرس والطبيب والمهندس والشيخ ياكل يجي عند حقه ويبلعه وقده مرة ونص، وعند حقك يروح خد لك النص. هذا تطفيف. هو قال الميزان والمكيال لأنه هو ده الأصل، لكن عامة الناس تطفف وتأكل الحقوق ويظلم بعضها بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلما ظلمنا أنفسنا وتعدينا حق الله سلط الله علينا من يظلمنا وتعدى على حقوقنا. لكن احنا أين نحن من هذا؟ ما فيش. لكن لما لم نتعلم العلم الشرعي، لما لم نرجع إلى العلماء الربانيين، مش كل واحد يطلع لي ملتحي ويعمل لي هيئة ويطلع لي على الفضائيات ويبقى هو شيخ. غلط. مش كل من أما بالناس صار إماما، وليس كل من اعتلى منبرا صار خطيبا، ولا كل من حفظ قرآنا صار عالما. أبدا أبدا. إلى الله المشتكى. ما تعلمنا إلى اليوم، ما تعلمنا. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عبد الله تدبر ما تتحدث به مع ربك. انت بتكلم واحد ايه يا جدع سرحان، مش تخلي بقى انت بكلمك وانت دماغك في ناحيه ثانيه، ما تكلمش معايا يا اخي، احنا اللي بنتكلمه صح كده. طب انت مع الله عز وجل بتعمل ايه؟ شغل كانك شغال بالريموت، تيك شغل التيك وهو شغال، شغل المسجل وهو ايه الفرق بينه اهو آلة شغاله. واحد لو شغل مسجل، المسجل بياخد اجر على قراءه القران ما ياخدش. ما ينفعش. ما كنتش هو يقرأ ما ينفعش، ما كنتش هو يتابع ما ينفعش. واحد مشغل قرآن في البيت واخد بعضه وماشي، بتعمل ايه يا ابني؟ مشغل قرآن ليه؟ ما ينفعش، لا يصلح. رب العالمين امر بالانصات،
ما مش تشتغل وتمشي، ما لا يجدي شيئا. لا تقولي لا جن ولا حسد ولا رقي، ما ينفعش. انت لازم تشتغل. انت واحد من الله اكبر صلى واقف كده، بتعمل ايه يا ابني؟ قرأت في قلبي صدق باطله يا حبيبي. شغل لسانك، لازم لسانك يشتغل، شوية يشتغلوا عشان انت قرأت. هو غيرك هيشتغل؟ طب بدل ما تصلي كده ما تحط لك مسجل، اقرا صلي مره في التسجيل، وكل ما يجي وقت الصلاه ومحط التسجيل واضغط التسجيل ونام جنبه. ما يصلح. احنا ما عندنا علم ولا عندنا فقه، فابتلانا الله عز وجل بما لا نتوقعه. والله المستعان. ربنا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الأحكام على سرعة، طولنا. طيب معانا على الإخوة على البلتوك ولا نايمين؟ اللي معانا يكتب رقم 1. اللي معانا يكتب رقم 1. طب كويس والله. عبال ما يكتب رقم 1 ده رقم 1 تكة واحدة. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. ما شاء الله. امال اللي رافعين ايديهم دول بيعملوا ايه؟ هو الرافع ايده مش ذنب ولا ايه؟ معاقب؟ إنا لله وإنا راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي. طيب تضحك يا إبراهيم يا مهدي؟ أقول اكتب 1 تضحك. ما شاء الله. الأحكام: استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير قبل السلام. طب قلنا ليه الأخير؟ لما جاء في رواية مسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير. طبعا هو الحديث المذكور إذا تشهد أحدكم، فالحديث عم درجة تقول التشهد الأخير دي من قال إذا تشهد. فإذا كان التشهد الأول أو الأخير، هذا الحديث قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ من 4. خلاص. إذا تشهد أحدكم التشهد إما الأول وإما الأخير، فلا تستطيع أن تقول هو الأول أو الأخير، تحدد أي تشهد إلا بدليل جاء في رواية مسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير. ومع ذلك اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء. هل هذا الدعاء واجب؟ ابن حزم قال بالوجوب، قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ، والأمر قال للوجوب ما لم يصرفه صارف. ولكن عامة العلماء أو غير ابن حزم قالوا بأن له أنه مستحب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل ما تقول في صلاتك؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولا ندندن. وقال له: استعذ من 4. فالرجل ما قال إيش؟ الرسول لو كان واجبا لأمره بذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمكان مكان تشريع والزمان زمان تشريع. وأن هذه الاستعاذات من مهمات الأدعية وجوامعها، فقد عني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت على أمور عظيمة كثيرة كما ذكرت في المقدمة التي جلست فيها أكثر من 15 دقيقة تكلم. وفيه إثبات لعذاب القبر وأنه حق والإيمان به واجب، وقد استفاضت الأخبار والآثار بذلك، وأنكره البعض كالمعتزلة والوجودية. والقرآن ودل على عذاب القبر أو دل على عذاب أو ونعيم القبر الكتاب والسنة والإجماع. فمن القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي القبر. والأحاديث كثيرة جدا: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وحديث إذا شاء أحدكم التشهد الأخير أو الآخر فليتعوذ بال4. وإن العبد إذا وضع في قبره وتولى على أصحابه في الحديث فيقول الكافر والمنافق: لا أدري، فيقول: لا تليت ولا ضليت، ويضرب بمطرقة من حديد، وهكذا. والأحاديث في ذلك كثيرة مذكورة عندكم تخرجونها إن شاء الله تعالى. وعذاب القبر قد يكون بالكفر وقد يكون بغير الكفر. فعذاب القبر جاءت أحاديث تثبت أن الغيبة وأن النميمة وأن عدم التنزه من البول
وأن الغلول من الغنيمة كل هذا من أسباب عذاب القبر. إذا الإنسان قد يعذب في قبره بمعاصيه. لا تستهون يا عبد الله، الإنسان اللي بيخش يستنجي ولا يهتم. الغيبة ثم من الغيبة هذه. الغيبة في شدة الخطور. الغيبة تكون بالكلام وبالإشارة. عائشة رضي الله عنها لما تكلمت في صفية تكلمت باللسان أم بالإشارة؟ قالت حسبك من صفية كذا بيدها، يعني قصيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ انك قلت كلمة لو. الله اكبر. عائشة التقية النقية رضي الله عنها بس يعني ذكرت صفة. القصير ده كلمة. ماء البحر لو كبيت فيه زبالة الدنيا بيتأثر، لو كبيت فيه نتن الدنيا يتأثر بكلمة تقولها بفمك. غيبة. الطويل العبيط ده القصير ده التخين الدب ده، هذه غيبة تعذب بها في القبر يوم القيامة. كم مرة جلست في مجلس واغتبت مسلما او اغتبت اي احد ذكرت بما يكره، هو تخين دب بس بيتضايق من الكلمة دي، ده لا اقدر اقولها. شوف التأويل، شوفي معاندة مشاقة الله، ده لا اقدر اقولها قدامه. الله، طب تقول ده ما ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكروك اخاك بما يكره. طالما ذكروا بمكره فهذه غيبة. عايز تقولها قدامه روح قولها قدامه طالما انت ذكر قوي كده. وحتى بتقول قدامه غلط برضه، دي مش رجولة. دي مش رجولة. الرجولة انك تنصحه اذا كان عيبا. قال ان كان في اخي ما اقول قال ان كان في اخيك ما تقول فقد، وإن لم يكن فيه فقد، فانت واقع في مصيبة طامة كبرى، طامة والله. عذاب القبر ما مش سهل. ده ضربة واحدة بتنزله 70 ذراع، ضربة واحدة. وبينزل بالسهل. تصور واحد نازل بينحت في دماغه وبجسمه في الصخر. فالاستهانة بالغيبة هذه ما هو سهلة. واحنا شغالين في الغيبة والنميمة على طول، خاصة على الفيس وبيسموها وسائل التواصل الاجتماعي. هذه قاعد يشتم في الناس. تشتم في الناس ليه؟ هذه غيبة تحاسب بها الله عز وجل. انت عايز تتكلم مع واحد اتكلم من غير ما تشتم ولا تعيب ولا تسب ولا تشتم. لكن الغيبة والنميمة التي يقع في الناس، وكما قال العلماء يفعل النمام في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة. هو انا اعمل السحر وانت تقرا قرآن، وانا اعمل السحر تقرا قرآن، ما تتأثرش فيه. يقول لك شفت ده والله قال عليك كلام يا راجل، انا ما تخافش ربنا والله، ده انت زي العسل. ده راجل ده ما يخافش، ده هتقطع يابته. تروح انت مولع فيه على طول في دقيقة واحدة. ولع بينك وبين اخوك، وقع بين الراجل ومراته في دقيقة واحدة، والساحر بقاله سنة مش عارف يعمل. فعذاب القبر يكون بالغيبة ويكون بالنميمة ويكون بعدم التنزه من البول والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول وما يؤمنني وإبليس حي. يقول دخلت على أبي الدرداء جبير ابن نفير، دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص، فإذا هو قام يصلي في مسجدي، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق. فلما انصرف قلت غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ قال اللهم غفرا اللهم غفرا، من يأمن البلاء من يأمن البلاء. الواحد فينا التحى وقصر قميصه وفاكر نفسه بقى شيخ ابن تيمية وقرب شوية من أبو بكر الصديق، خلاص عشان صلى الفجر كم سنة خلاص. أبو الدرداء يقول من يأمن البلاء، خايف على نفسه من النفاق. عمر بن الخطاب خايف من يكون منافق، ويستحلف حذيفة أسماني لك الرسول صلى الله عليه وسلم. يا مصيبتي لو ابتدأت كده. خايفين. هم دول اللي نجوا، مش احنا. واحد بيقول صلاة وصلين وصيام وصومنا، عايزين ايه تاني؟ شوف البجاحة وقلة الحياة مع الله عز وجل. شوف ناس كيف يخاف. يعني يقول والله إن الرجل لا يفتتن في ساعة فينقلب عن دينه. وقصة اللي حدث مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان يقول في مرض موته رحمه الله، فيقول لا بعد فيقول فسأل ابنه قال هذا جاءني الشيطان يقول فتني يا أحمد، فأقول له لا حتى أموت.
ما اغترش أحمد رضي الله عنه وارضاه، مع أنه يعني إمام أهل السنة في زمانه. الله المستعان. إذن ومن فوائد هذا الأمر أن الإنسان يتحفظ من الشبهات والشهوات ويتقي الله عز وجل، فإنها سبب كل شر وسبب كل بلاء وسبب كل عذاب والعياذ بالله. ويندرج تحت الشبهات والشهوات دعاة السوء ودعاة الضلال ودعاة الفتنة وناشر الإلحاد والفساد والضلال والبدع والكفر والعياذ بالله. وهؤلاء لا يخرجون على الناس إلا باسم الصلاح وباسم الدعوة وباسم الدين. والله كثير ممن يخرج على الناس يعلمهم البدع والضلال باسم الدين، لأن الناس هترفض الشر. وما من نبي إلا وقد حذر أمته من المسيح الدجال، إلا أن الله عز وجل من على هذه الأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل تفصيلا لم يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلم من المسيح الدجال مما معه، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. ولكن من الله المشتكى، أين هذه الأمة من هذه الفتن، وأين من الاتباع، وأين من الهدي؟ فكيف تنجو من الفتنة المسيح الدجال؟ حفظ أول سورة الكهف أو آخرها، الفرار منه، الاستعاذة منه في الصلاة. بهذه الثلاث تستطيع أن تنجو من المسيح الدجال. وكل فتنة تكون كذلك. والمشروع للعبد أن يتقرب أولا إلى الله عز وجل بفعل ما أمره، ثم يسأله بعد ذلك. تسأل أول لا، فلا بد لابد أن تكون أولا مطيعا متبعا مهتديا مقتديا، ثم تسأل، لأن إجابة الله لعبد مشروطة باستجابة العبد له. انت تدعو الله عز وجل، يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. بتدعو الله، ما احنا بقالنا كام سنة بندعو الله أن يفك أسر فلسطين؟ سنة، 100 سنة، 100 سنة، في كم مليار؟ ولا واحد فينا كويس. يا دي المصيبة ومصيبتاه ومصيبتاه. أمة الإسلام اللي بلغت 1.5 مليار دلوقتي، هنقول عشرها بيدعو بس، العشر بس استجاب الله لنا، لأن احنا ما قدم. عشان ربنا يستجيب، استجب أنت أولا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الآية دي كل تحفظها وتقعد تدعو وتعيط. طب فين فليستجيبوا لي؟ طب راحت فين؟ فين الإيمان بالله؟ فين الاستجابة؟ فين الطاعة؟ فين الانقياد؟ فين الانصياع؟ فين الذل؟ فين الخشوع؟ فين الخضوع؟ مفيش، مش موجود. عايز ربنا ينصرك ازاي؟ كيف ينصرك ربنا وأنت تشاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من موانع الإجابة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. أحب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد مخلوق مهما كان، ولو جبريل ولو إبراهيم الخليل، يداني محبة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنت بتعصي حبيبه، بتعصي خليله، تشاق خليله، يعاديك. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ربنا بيحب هؤلاء، فأنت لماذا لا تطيعه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا من تدعون حب الله أنتم كذبون. لماذا؟ لأنهم لا اتباع. أتعصي الله وتدعى حبه؟ إن ذلك أمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا إن المحب لمن يحب إلى الله المشتكى. واحد هو عارف ان البنت اللي بيحبها بتحب العطر الفلاني يحطها لها عشان خاطر تحب. لكن ربنا عز وجل يعني ليس المهم أن تحب، ولكن المهم أن تحب. هل ربنا بيحبك؟ اسأل نفسك. ومن الفوائد أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر حتى الشك لا تضر. لو أن الإنسان وافق اسمه اسم كافر
أو وافق شكله شكل كافر فهذا لا يضره أبدا بأي حال من الأحوال، فإنما الأفعال والأعمال هي الفارقة. نعم. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: خص الفقهاء هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير. قال ابن دقيق العيد: وليعلم أن قوله عليه السلام إذا شهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير معا. وذلك الآن الشيخ أحمد يعني بيقول إن الدعاء إنما هو في التشهد الأخير. ذكر كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. دقيق العيد ده منين؟ إذا شهد أحدكم عام، يقول ابن دقيق العيد، في التشهد الأول والأخير معا. وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، إلى أن قال ابن دقيق العيد: والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. اللي يقول إنه هو خاص بشيء معين يجيب الدليل. يقول الشيخ أحمد: قلت: النص هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. قال الهيثمي: رجاله موثوقون، وصحح أحمد شاكر، وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء. يبقى الشيخ أحمد نجم بيقول إيش؟ يقول بجواز الدعاء في التشهد الأول. ويقول هنا إيه؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها. هو علمني الجهد. وإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. خلاص؟ طيب. قال الحافظ العراقي: وما ذكره ابن حزم من وجوب ذلك على التشهد الأول لم يوافق عليه أحد. إذن سيثبت الكلام باقي. ثم إنه ترده الرواية التي تقدم ذكرها عند مسلم التي فيها تقييد التشهد بالأخير. إذن التشهد إذ ثبت بذلك أن الدعاء يكون في التشهد الأخير. كل هذا من كلام من؟ الكلام انتهى إلى غاية وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء كما ذكر ابن دقيق العيد من استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، اللي هو التشهد الأول. التشهد الأول وإن كان وردت فيه جواز الصلاة عليه وسلم، إلا أن الدعاء يكون في الآخر في التشهد الأخير. وهذا للنص وللعلة، في دليل وتعليل. أما الدليل هو حديث مسلم، رواية مسلم في التشهد الآخر. أما التعليل فإنه في أواخر العبادات دائما يستحب الدعاء، معروف، كما في الصيام مثلا، وكما في الحج. معلوم أن الإنسان في نهاية العبادة كأن العبد يتوسل إلى الله عز وجل بهذه العبادة أن يتقبل دعاءه. وهذا من الأمور اللي ينبغي الإنسان أن ينتبه إليها، بأن الدعاء المشروع قبل السلام لا بعده. فأنت في حضرة الله عز وجل تكلمه وينصت إليك أو يستمع إليك، ثم إذا فرغت من الحضرة ومن كلام الله معك أو كلامك مع الله ثم تدعوه، فلماذا لم تدعوه وأنت تكلمه؟ أيهما أولى؟ يعني مثال لو أنت عند الملك ويتكلم معاك وينبسط إليك وكذا، وبعد ما تخرج تقدر تقول له: طب ما هات لي بقى فلوس، طب ما كنتوش ليه وأنت موجود معاه؟ فالأصل أن يكون الدعاء قبل السلام لا بعده، أولى وأكثر هديا. نعم. بقي سؤال: كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاستعاذة الأربع مع عصمته؟ كيف يستعيذ؟ ما هو معصوم صلى الله عليه وسلم، عصمه الله عز وجل. أفضل ما قيل، قال النووي رحمه الله، قال القاضي عياض. النووي إيش؟ شافعي، والقاضي عياض مالكي. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه. الله أكبر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وبيستعيذ عشان يكون أقرب إلى الله، أخوف إلى الله. الله أكبر. ولتقتدي به أمته وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه. أخيرا سؤال مع كل حاجة سؤال وجواب، سؤال واجب. وردت الاستعاذة في آخر الصلاة من غير هذه الأربع
اذكر بعضا من هذه الأدعية بالدليل. الحديث اللي عندنا أنك تستعيذ بالله 1 2 3 4. هناك أدعية ثبتت أن تسأل بها الله عز وجل خلاف هذه الأربعة. اذكر هذه الأدعية والدليل عليها من الشرع. والله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.